قال له هو القدر ليه ما كانش موافق في فيلم 6 أيام؟ تعالوا نفكر كده. تحس ان مفيش حاجه اتغيرت مع ان كل حاجه اتغيرت. فيلمنا بيحكي عن يوسف وعليا اللي بيحبوا بعض جدا من صغرهم لحد ما عليا بتعزل، وبعد مرور 7 سنين بيتقابلوا صدفة في نفس اليوم اللي كانوا آخر مرة يشوفوا بعض فيه. علشان كده بيقرروا إنهم كل سنة في نفس اليوم ده يتقابلوا ويشوفوا أحوالهم وصلت لحد فين. لو جينا نفكر كده في القصة ونتفرج على الفيلم هنلاقي إن الأحداث كانت ممكن تخلص في 5 دقايق. أصل بالعقل يا جماعة، اتنين بيحبوا بعض وبيتقابلوا صدفة بعد 7 سنين، طبيعي جدا ان هما يكملوا بقى مع بعض، حتى لو مش هيدخلوا في علاقة حب بس تستمر مثلا ويبقوا اصدقاء. لكن فكرة ان احنا نتقابل كل سنة في يوم معين، انا شايف ان ده ما كانش قرار منطقي وما خدمش الفيلم. بالعكس، ده خلى كل التحولات اللي كانت بتحصل لكل شخصية ما بقاش قادر افهمها، لان ما عشتهاش من البداية ومعرفش ايه اللي وصلها لكده. يعني مثلا شخصية يوسف مرة تلاقيه دكتور، مرة تلاقيه حياته بايظة، مرة تلاقيه شغال في العقارات، ما تثبت لك على حاجة يا عم. بس بصراحة اللي أنقذ الفيلم هو الأداء التمثيلي الرهيب لأحمد مالك وآية سماحة، واللي بالرغم من المشاكل اللي أنا قلتها في القصة، بس على قد ما يقدروا كانوا بيحاولوا يوصلوا لك المشاعر والظروف اللي بتعيشها كل شخصية لما بيرجعوا يتقابلوا، وحقيقي نجحوا في ده بشكل كبير. إخراج الفيلم بقى أقل حاجة تتقال عنه إنه إخراج شيك، سواء في اختيار أماكن التصوير الحيوية اللي كانت بتخدم الأحداث، أو الكادرات الهادية اللي احنا شفناها، مع كمان الإضاءة الخفيفة والموسيقى التصويرية والأغاني في الفيلم كانت متوظفة صح جدا ولايقة على كل مشهد. عشان كده في النهاية فيلم 6 أيام تجربة لذيذة، كانت ممكن تبقى أحسن من كده، وتقييمي للفيلم 7/10. الأهم من ده كله رأيكم انتوا.